بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معاكم طه موسى مدرب صناعات. يا اخوانا احنا لسه في مرحله تجهيز اسطمبه الشنطه. احنا طلعنا الجزء دوت الوش والظهر، تمام؟ الجزء ده هو الجزء دوت. في حاجه مهمه جدا 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 لاي شنطه. اي شنطه المفروض تكون على زاويه قايمه، تمام؟ المثلث مثلث، مربع مربع، شبه منحرف شبه منحرف. طبعا انا مش مهندس، ما عنديش امكانيات الا الامكانيات القطر والمسطره. هل استعين بمهندس اقول له يا باشمهندس طلع لي مستطيل على زاويه قايمه؟ لا، انا اعرف بمهنتي البسيطه اعرف اطلع مربع او مستطيل على زاويه قايمه. ازاي؟ بالطريقه اللي احنا قلناها بسرعه. بنعمل خط وهمي وبعدين بنقيس المقاسات بتاعتنا، تطلع المقاسات اللي احنا عايزينها. طب هل اصبح الاسطمبه ديت جاهزه للتفصيل؟ برافو يا استاذ. ما ينفعش ان ممكن ايدي تتعور او الاسطمبه تتعور. طب ازاي اخلي الاسطمبه جاهزه للتفصيل؟ الاسطمبه ديت لو انا بعمل شنطه واحده فقط، انما الانتاج ما ينفعش يخلي الاسطمبه ديت للتفصيل. طيب ازاي نجهز الاسطمبه تكون للتفصيل؟ هنجيب كرتون. انا جايب ورقه نتيجه بسيطه خالص، مفيش بيت بيخلى من نتيجه السنه الماضيه. وبعدين المفروض الزق الدوبلكس على الكرتون او بتقلة حديد وافرغ. طيب احنا هنلزق بايه؟ من ضمن الخامات بتاعتنا خلي بالكم يا اخوانا من الكله الحمراء. يا كله حمراء مهمه جدا جدا. الكله الحمراء في المهنه بتاعتنا، تمام؟ بدهن والزق. المفروض انتظر لحد ما تنشف. طبعا عشان الوقت كأن الدولكس لزق على الكرتون، تمام؟ عشان ما تخبطش معايا، احنا لزقنا الدوبلكس على الكرتون. هنبتدي نفرغ الكرتون بالمسطره دي يا اخوانا. اسمها مسطره ادم معدن. طبعا ده معروف القطر. ابتدي احط حرف القطر على اخر حرف الدوبلكس وازق المسطره، والناحيه الثانيه ازق المسطره. وانا مش مستعجل. انا محتاج ايدي ما تتعورش، محتاج الاسطمبه. وابتدي بالراحه يا اخوانا. احفظوا شكل ايدي. انا مش هقدر اقول كل معلومه صغيره وكبيره في التفصيل. بص انا ماسك القطر ازاي وايدي عامله ازاي، سانده على بنك التفصيل، ولا اقلل مهلي. مع كل مره احاول ادوس على القطر. طبعا بحس ان هي خلصت خالص اهيت، شايفينها؟ الناحيه الثانيه طبعا الاسطمبه ديت تفضل معايا ممكن سنه واثنين وثلاثه. ده شغل انتاج. انما زي ما قلت قبل كده لو اعمل شنطه واحده فقط مش مستاهله اعمل اسطمبه الكرتون. طبعا متعبه، صح يا استاذ، هي فعلا متعبه، ولكن حبك للمهنه هتعمل الاسطمبه. هتبقى فرحان جدا انك بتعمل حاجه مفيده. حاول تكلم الأسرة إنها بتعمل حاجة مفيدة للبيت والأطفال بيتعلموا وبننمي جيل. يلا.
طبعا المهنه جميله جدا، مهنه المصنوعات الجلديه او مهنه الشنط. هتبقى تحس بسعاده جدا لو عملت لابنك او بنتك شنطه مدرسيه. برضك ما ننساش احنا محتاج ايدي ما تعورش. بص يا اخوانا، انا ايدي فين؟ مع المسطره، ما ينفعش تكون قدام كده. انا ضغط صباع 2 3 تمام. مع القطر يا ريت نحفظ مسكه القطر ازاي، مهمه جدا جدا، عشان انا مش محتاج دم. انا مش محتاج دم على الصمت، انا محتاج عرق. تمام. خلص ديت، والناحيه التانيه خلصت. مش مستعجل، ما اشيلش، دي اسمها تقله. الحي ده اسمها تقله. انا مش مستعجل اشيل تقله من على الاسطمبه الا لما احس اللي هي خلصت خالص. ادي الاسطمبه، اسطمبه الكرتون. طب ها نفكر بعض، الدوران ازاي نفرغه؟ ها بنفس الدوران اللي عملنا بيه الدبلكس هنعمل بيه الكرتون. طبعا ده وش مكنه خياطه. يا اما ادور بالوش المكنه او امشي على الدوران القليل، اي دوران بالراحه على نفس الخط وما استعجلش. طبعا الجهد صعب شويه في الاسطمبه، ولكن زي ما قلنا قبل كده مش مع كل شنطه بتعمل الاسطمبه ديت، هي اول مره بس. خلص الدوران، اي الدوران، ومع الاربع الدوران الاسطمبه بعد جاهزه للتفصيل. عملنا الاربع دورانات. طيب بصنفره صغيره وهنصفر الرايش بتاع الدوران عشان لو في اي زياده ما نعورهاش بالقطر. تمام. يبقى كده اصبحت الاسطمبه بالتفصيل. اعمل 50 60 70 شنطه زي ما احنا عايزين، انما لو شنطه واحده مش مستاهل اعملها على كرتون. ده الاسطمبه دوبلكس، ده اسطمبه كرتون جاهزه للتفصيل. الى اللقاء في فيديو اخر.